سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله وانتم تشوفوا في هذا الفيديو وفي هذه الوصفه الجديده تكونوا بصحه وسلامه يا رب. اليوم جبت لكم وصفه الكعك تاع الغرب ولا الكعك، المهم كعك تاع الدار. هذا الكعك انا نديره يجي معلك. هاد الوصفه اللي نستعملها ديما يجي معلك، ما يجيش كي شغل خبز من الداخل هكا منتفخ بزاف، نلقوك شغل البابه بزاف من الداخل كي الخبز، وما يجيش تاني قاصح، يجي طري ويجي يتعلك هكا، يجي وحده. هاد الكعك راح نشارك معكم هاد الوصفه ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. انا هاد الوصفه معتمدتها ونديرها. نعطيكم المقادير تشوفوا معايا شحال خرجت لي، الله يبارك. مقادير صغيره وخرجت لي 13 حبه ولا 12 حبه على حسب الحجم اللي انتي رايحه ديريه. الا بغيتيهم صغار غادي يخرج لك فوت 12 حبه، والا بغيتيهم متوسطين غادي يخرج لك 12 حوالي 12 14 حبه. اللي عندها ميزان توزن باش يجيو كامل الحبات على وزن واحد، واللي دير عينها ميزانها تقيسي ديرهم كاع كيف كيف. ونبدا معكم الوصفه. بسم الله على بركه الله. هنا عندي كاس سكر. هنا عندي المرحله الاولى هنايا باش نسرع الاختمار تاع هذا الكعك. عندي كاس سكر، هذا الكاس اللي تعرفوه كاع. عندي كاس حليب يكون بدرجه حراره الغرفه. هنا درته الحليب بدرجه حراره الغرفه، كان شويه بارد. وضفت هنايا هذا الكاس درت كاس ماء سخون، ودرت له مغرف تاع حبه حلاوه، ومغرف تاع مغرف متوسطه، مغرف تاع حبه حلاوه، مغرف تاع بسباس، ومغرف تاع شنان. وخليته غطيته وخليته حوالي 10 دقائق 4 ساعات. طلق هذاك طلق كي شغل تيزان، وصفيته كما شفتوا معايا. وضفت هنايا مغرف كبيره خماره الخبز. ضفت هنا فانيليا، راكم تشوفوا معايا في الصوره. ضفت فانيليا ومبشور البرتقال. هذا كنت في موسم البرتقال، اغتنموا الفرصه. جيبوا البرتقال تاعكم غسلوه نشفوه ورابيو هذاك الزاست اللي من برا. ما تيسيو كي تكونوا ترابو ما تقلعوش هذيك القشره البيضاء اللي بين القشره الاورانج المهم قلت لكم هذاك الزاست اغتنموا الفرصه في وقت البرتقال. ورابيو التشين تاعكم وديروه في حاجه بورتمونجي ولا حاجه كيما هكا. درتها في هذا الكاس وتغطوه وترفدوه في كونجيلاتور. وكي تبغوا تخدموا حلويات ولا اي حاجه تجبدوه تستعملوه، يعطي بنه شابه وريحه شابه، وتاني لون هكا فاتح في هذا الكعك تاعنا. ونخلطوا بهذا الفوي كيما هكا باش نستعملوا الفوي، ولا تقدري تستعملي يدك نورمال غير باش نحلوا لنا هذوك الحبيبات. كما كنتوا تشوفوا ضفت كاس معمر فارينه. وغادي نغطي الخليط نتاعي ونخليه في مكان دافي باش حوالي 10 دقائق 4 ساعه. مهما كان المكان تاعك دافي رايحه تخبر لك خفيف هذه الخلطه. شوفوا معايا هنايا ضفت نص مغرف صغيره تاع ملح وخلط. شوفوا معايا داك الخليط كيفاش ولا خمر تفاعل. هنا غادي نضيف معاكم نص كاس، ماشي نص، ربع كاس تاع الزيت هكا ونخلط. هنا راني مسرعت لكم الفيديو باش ما يديلكمش وقت طويل وما تكرهوش تاني. المهم هنايا عندي حبه بيض. هاد الحبه تاع البيض غادي نفصل الصفار عن البياض. الصفار نديره في حاجه ونخليه. من بعد غادي نستعمله ندهن به الوجه نتاع الكعك تاعنا باش يجينا احمر وشباب. هنا نجيبوا هذيك الحبه تاع البيض ماشي ديريكتومون تقيسوها في هذاك الخليط، جيبوها نبول كيما هكا وخلطوها، حلوها بالفوي ولا فرشيطه ولا حلوها مليح 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 باش كي نضيفوها لهذا الخليط ما تقعدش هكاك متكتله. وهنا غادي نجيب الفارينه نبدا ندير هذا الكاس الاول، وندير معاه هنايا باكي تاع لاليفير شيميك، خميره الحلوى ولا الفرفاره كل وحده كيفاه يسميها. شوفوا هنا قلت لكم درت الكاس الاول وراني نخلطوا هذاك الكاس الاول نورمال.
وغادي نزيدو الكأس الثاني. ونخلط الكأس الثاني. هنا نوعيه الفرينه تلعب دور. هنا الكعك تاعي العجينه في التالي غادي نبغي تقعد لي تلصق باش يجينا طري وما يجيناش قاصح. وغادي نضيف هنايا، حسبوا معايا، هنايا غادي نضيف الكأس الثالث. انا كل مره وكيفاش الوصفه شحال تديلي تاع الفرينه، دي فوا تديلي 4 كيسان ونص، دي فوا 5، دي فوا على حسب النوعيه تاع الفرينه. كاين اللي تشرب تديلك شويه اكثر، واللي ما تشربش كيما هذه الفرينه نستعملها ما تشربش، النوعيه تاعها سفينه. هنا دات لي قلت لكم راني خلطت حوالي 3 كيسان. هنا الكأس الرابع. دوك نوريكم القوام اللي نتحصلوا عليه باش الكعك تاعكم يجيكم طري وما يجيكمش قاصح. هنا قلت لكم الكاس الرابع. ونخلطوا كيما هكا، نستعملوا يدنا. هنا ما نقدوش نديروا الفوي، نستعملوا يدنا كيما هكا ونخلطوا. شوفوا الكأس الخامس، رايحه نخدم بالكأس الخامس كيما هكا. ونضيفوا كي نجو في الكأس الخامس بقاو نضيفوا غير بالتدريج، ما نكبوهش كاع باش ما نتحصلوش على عجينه. سا ديبون الفارينه تشرب ما تشربش ولا تيبس لكم العجينه. شوفوا هنا الكأس الخامس ضفته. هذا الكأس السادس راني نعمر فيه. شوفوا نضيفوا غير بالعقل وندخلوا ديك الفارينه في العجينه تاعنا. تلقاوها مازال ما تلمتناش، نزيدوا نضيفوا الفارينه. هنا كما قلت لكم نحتاج العجينه تاعي القوام تاعها طريه وتكون تتلصق شويه، ماشي تتلصق تاع ما تقدوش تخدموا بها، تتلصق شويه في يدينا. دوك تشوفوا معايا كيفاش. هنايا نحطوا العجينه تاعنا هنايا على سطح العمل هكا باش تخدمي اليز. وميم طون راني نضيف هذاك الكأس السادس، وين استعملته كاع. شوفوا نخدم فيها شو ما ندخل فيها الفرينه وهي راهي قاعده طريه. هنا النتيجه تاع هذاك الاختمار اللي درناه في الاول. شوفوا كيف نتحصلوا على هذه العجينه، انتي تخدمي فيها وهي امام راهي تخمر كيما هكا. هنا ما رانيش زعما ندلك فيها ولا هذه ما تحتاجش دلك، غير راني كيما نقولوا نعدل فيها، ندخل فيها كاع هذيك الفارينه. شوفوا كي دخلتها فيها مليح لقيتها تتلصق بزياده. هنا ضفت شتو شعل ضفت كيما نقولوا يدي كيما هكا على حسب الكف تاع يدي، عمرته بالفارينه ضفتها لها لقيتها عاد تلصق في يدي وغبنتني كيما هكا. وهذا هو القوام تاعها. شوفوا كيفاش تبقاو تخدموا بها ومامطو هي راهي تتلصق بصح تقدروا تخدموا بها كيما هكا. ونجمعوا العجينه تاعنا وكنحسوها طريه كيما هكا صاي سي بون. ديك الفرينه ما بقاوش هذوك الحبيبات وكاع. نرشوا هذا البول تاعنا كيما هكا بالفرينه ونخلوها تخمر. حطوها تاني في بلاصه تكون دافيه مليح باش تخمر لكم خفيف، حوالي ساعه ساعه ونص. قدروا تخلوها حتى اكثر. الا كانت البلاصه دافيه رايحه نص ساعه تخمر معاكم. شوفوا هنا العجينه كيفاش ولات وحدها تتكسل، ما تغبنكمش في الخدمه، طريه بزاف بزاف. شوفوا هي راهي طريه وما تلصقليش في يدي. بصح غادي كي نقطعها، شوفوا غادي نديرها كي شغل حربوش كيما هكا بالتساوي. نقطعها في النصف وكل نصف نقطعها على 2 وعاود هاد الكميات نقطعهم تاني على 2 ولا على 3 اللي نشوفها خشينه نقطعها على 3. المهم نديروا نتوما عينكم ميزانكم، واللي عندها ميزان من الاحسن تاني توزن حوالي 50-60 غرام للحبه كيما هكا كيما راني ندير. وكي تبقاو تقطعوا فيها تبقى استعملوا هنايا الفارينه تبقى تلصق لكم باش تشكلوا هاد الكويرات تاع الكعك تاعكم. شوفوا كيما هكا الداخل راهي طريه وتتلصق شويه. هنا ما تكثروا لهاش الفارينه بزاف، استعينوا هكا غير بشويه في البلايص اللي تلصق لكم هكا وتكوروا الكويرات تاعكم ونحطوهم. نرشوا البلاصه تاعنا اللي نخدموا فيها بالفارينه باش من بعد كي ترفدي الحبه تاعك ما يلصقولكش. شفتوا هنايا وريت لكم
هذوك الفقاعات اللي راه دايرتهم العجينه، هذا نتيجه على الاختمار المليح تاعها. راني نخدم فيهم او ميم طون هما يزيدوا يخمروا. قلت لكم هنا الكعك باش ينجح لكم يليق يكون المكان تاع الخدمه تاعكم يكون دافي هكا. يبغي هو الحمان يبغي يخمر في بلاصه دافيه كيما هكا. نكمل كاع الحبات تاوعي بهذا الشكل. راني نوريكم الطريقه كيفاش تبوليو الحبات تاعكم. تقدي هكا في يدك، تقدي فوق البلون طرافاي تاعك، وراني نوريك كيفاش تخدمي. ليسونسيال كوري الحبات تاعك. شوفوا هنا نتيجه الاختمار، شوفوا هذوك الفقاعات الله يبارك، العجينه راهي شابه بزاف. وشوفوا هذاك الزاست كيفاش العجينه جات موجتي هكا بهذاك الزاست وعطى منظر شباب. وهنايا بغيت نقول لكم هذا الكعك غادي نخدمه هنايا بطريقه جديده. انا اكتشفتها صراحه. توجور كنت نخدم الكعك بصح ما طاحتش في بالي شغل نخدمه كيما هكا كيسفنج. كنت شوفوا حكمت الكوريه، تحيت صبعي في الوسط نتاعها كي شغل وندور الحبات. شوفوا كيفاش ندخل صبعي سهله وما تغبنكمش وما تديلكمش وقت بزاف اللي توجدي الحبات تاعك. شوفوا نوري لكم الطريقه اللي موالفه نخدم بيها دوك نوريها لكم. المهم هنا قلت لكم ندخل صبعي في الوسط، نتقبل حبه في الوسط، ايساي هكا ندور الحبه بين يدي ونوسع هذيك الثقبه اللي كنت درتها، وتقدي تحكمي في الحبه تو سامبلومون. شوفوا كيفاش. وغادي نحطهم في البلان نكون رشيتيه بالفارينه ولا تقدي ديري البابي كويسون. شوفوا هنا الطريقه الثانيه اللي غادي نوريها لكم اللي موالفه نخدم بها. هذه ثاني طريقه مليحه، هو سهلت عليا هذيك الطريقه كي خدمته كيما الطريقه تاع السفنج، كيما من نخدموا سفنج ولا. شوفوا هنايا درت حربوش وكنت فتحت الجهه منها، فتحتها بالسكين ودرتها على طريقه الكعكات. الصوره راهي توضح لكم. ونقيسيو نعدلوا الحبه تاعنا ونحطوها في البلا تاعنا اللي غادي يزيدوا يخمروا فيه. هنا اني درت الحبه تاوعي بصح قلت لكم اكتشفت هذه الطريقه تاع نخدمها على طريقه تاع السفنج كي شغل نتقبل حبه في الوسط ونقدر نتحكم فيها بكل سهوله. هنايا استفت الحبه تاوعي في البلان، قلت لكم درت له ورقه طهي هنايا باش وجبت هنا الصفار تاع حبه بيض اللي كنت خليتها، كنت درت البياض في العجينه والصفار خليته. ضفت لها هنايا شويه قهوه تاع الدار ولا ديري نسكافي ولا، وتزيدي تاني فانيليا باش تروح هذيك الريحه تاع البيض. وهنا جبت جنجلان، دري جنجلان على الوجه، ولا ما عندكش جنجلان تقدي تاني كاين اللي يديروا سكر. انا هنا درت جنجلان ودرت سكر، حبات درتهم بجنجلان وحبات درتهم بالسكر. وهنا ايسايو كي تدهنوا الوجه نتاع الحبه تاعكم بالصفر البيض، ايسايو ما تكتروش بزاف باش ما يسيلكمش، وبالتالي يحترقوا لكم الحبه تاعكم منه منع الجوانب. وتاني البابي كويسون. وهنا نجيبوا الخدمي ولا السكين تاعنا هنايا نديروا كيما هكا كيما ندير انا، ولا تخلوهم الحبات على حالهم كيما هكا. درت حبات هكا اشكال شرطات على الجوانب وحبات خليتهم على حالهم. وهنا كنت هنا بعد ما اختمروا لي، شوفوا كيفاش طلعوا. كي تشوفوهم طلعوا مليح نتسفوا تما تقدوا ديروهم يطيبوا. هنا شوفوا لازم تفقدوا الحبات تاعكم باسكو يديو قلت لكم لون خفيف، وتاني ما يطولش هو في الطياب. وكونوا مسخنين الفرن تاعنا. وهنا نصيحه كي ديروا الكعك تاعكم يطيب، هنايا نقصوا للفرن تاعكم تكونوا سخنتوه مليح. كي تجوا ترموهم يطيبوا نقصوا له الفرن من تحت مليح، نقصوا له الكعك يطيب على درجه حراره ناقصه حوالي 150 ولا، ونقصوا له تاني من الفوق. وخطره هو ليه يبدا يطيب ما يطولش. خطره تفقدوا الكعك تاعكم سيرتو الوجه تاعو كاع، وسيرتو كي تكونوا دهنينه بصفار البيض راح يعطيكم وجه احمر شباب. هو ما تغفلوش عليه باش ما يحترق لكمش. شوفوا هاد الحبات دهنتهم بصفار البيض
والحبات اللي راهم هنايا هادو سخونين، هادو اللي البلا الدوزيام اللي درته يطيب. هادوك الحبات الوجه تاعهم علاه جا كيما هكا، دهنتهم غير بالحليب، حليب وشويه قهوه، جا هذاك المنظر تاعهم هكاك. وهادو اللي جاو دوغي بزاف، هاد الوجه الحمار جا الشباب، هذا تاع الصفار البيض. شوفوا كيفاش يعطيكم النتيجه، الوجه يبريي ويعطيكم احمرار الشباب. هنا بغيت تعمدت باش نوري لكم هاد الخطوه. وكي تجبدوهم من الفرن تاعكم تشوفوهم حماروا من تحت ومن الفوق، كما قلت لكم هو ليه يطيب وياخذ لون. يسيو كي حطوهم على طرشونه سربيته ولا اي حاجه ليسونسيال باش يشرب لكم هذاك العرق. غادي كون تحطوه في البلا تاعكم ديريكتومون ولا طبسي ولا اي حاجه راح يتعجل لكم. حطوه في طرشونه قد ما يدفى ولا يدي يبرد شويه، تقدروا تبلاصوه في البورتمونجي ولا بلا تاعكم ولا. وهذا هو الشكل النهائي. شوفوا لي من الداخل هذاك الزاز تاع التشين وكيفاش جا من الداخل، عطى ريحه شابه مع هذوك اللي قلت لكم زرارع اللي ضفتهم، حبه حلاوه بسباس والشنان. الشنان هذا معروف، تروحوا عند العشاب اللي تشروا لي حبه حلاوه وبسباس وهاد صوالح قولوا له الشنان رايح يعرف هو يمده لكم. الشنان هذا نستعملوه في الكعك، صحاب الغرب يديروه، يعطي ريحه شابه وقوش شباب تاني الكعك تاعنا. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ويا ربي ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. ونتمنى تخلوا لي جيم وتعليق شباب كاع اللي جربوا الوصفه ونجحوا فيها. والى اللقاء.